السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وكتاكيت 6 ابتدائي. هنحل مع بعض الأسئلة المهمة في أول درس. عندي أول حاجة الخريطة. طبعا دي خريطة الوطن العربي، فلما يجي يقول لي ده المحيط أو البحر، فأشوف السؤال الأول هو عايز إيه. فرقم واحد أجي على رقم واحد، ده البحر الإيه؟ ده البحر الإيه؟ المتوسط. أنا بكتب بالإيه؟ بالأخضر عشان أنا عارفك إيه؟ إن أنت بتحب الألوان الجميلة دي. تاني حاجة عندي صحراء في جنوب الوطن العربي، هي الصحراء الكبرى. طب المحيط، عندي محيط رقم 3، ده المحيط الهندي ولا الأطلنطي؟ جدع، هنا يبقى المحيط الهندي. رقم 4 قناة، وأنا مغمض على طول تبقى قناة السويس. طب 5 الخليج. مستر أنا عندي كذا خليج، هتلخبط. لا يا سيدي ما تتلخبطش، هو مش قال لي الخليج فيها ألف ولام؟ أنا ما عنديش خليج فيه ألف ولام غير الخليج العربي وأنا مغمض، يبقى ده الخليج الإيه؟ العربي. 6 في دولة هنا اسمها دولة إيه؟ يلا يا لولو، دولة إيه؟ شاطرة، دولة موريتانيا. دولة إيه؟ موريتانيا. طب رقم 7 فين 7 ده؟ فين 7 فين 7 فين 7 أهو. ده مدار إيه؟ يا حمادة ده مدار السرطان. طب عرفت إزاي يا مستر؟ عشان بيمر في منتصف الوطن العربي. طب رقم 8 خط، ما عنديش غيره، هو خط ايه؟ جرينتش. جرينتش. اكتب كلمة صح أو خطأ أمام العبارة أو كل عبارة. 1 يحد المحيط الأطلنطي الوطن العربي من جهة الشمال. هل المحيط الأطلنطي ده عندي من جهة الشمال فوق؟ لا، ده أنا عندي البحر المتوسط، يبقى الإجابة إيه؟ خطأ. هل تنتمي دولة جزر القمر إلى دول الجناح العربي الإفريقي؟ يعني هي تبع أفريقيا؟ صح، مش تبع آسيا. تطل دولة السعودية على البحر المتوسط؟ خطأ يا حمادة، على البحر الأحمر. أكبر دول الوطن العربي مساحة هي دولة المغرب؟ يا لولو أنت كمان معانا، لا غلط، يبقى دولة الإيه؟ الجزائر. تتحكم مصر في ممر مائي مهم وهو قناة السويس؟ طبعا. تمتد أراضي الوطن العربي في قارتي آسيا وأوروبا؟ لا مش أوروبا، آسيا وأفريقيا. يوجد المسجد الأقصى بدولة فلسطين؟ طبعا صح. يطل الوطن العربي على 3 محيطات. طب تعال نشوف، محيط هندي ومحيط أطلنطي. فين المحيط اللي جاي في حاجة تاني؟ يبقى غلط، محيطين بس. تشترك دول الوطن العربي في اللغة والتاريخ؟ كلنا بنتكلم لغة واحدة وتاريخنا واحد. مظبوط صح. 10 تقع دولة جيبوتي في الجناح العربي الإفريقي؟ صح. يعد الوطن العربي مهدا للديانات السماوية، يعني نزلت فيه الديانات السماوية؟ طبعا صح. يتحكم الوطن العربي في أهم الطرق التجارية في العالم؟ طبعا، لأن هو المتحكم في الممرات والطرق التجارية. تحرص مصر على إقامة علاقات طيبة وقائمة على التعاون مع الدول العربية؟ طبعا. توجد النسبة الأكبر من اليابس، فاكر اليابس يا حمادة اللي اتكلمنا عليه أول الحصة؟ توجد النسبة الأكبر من اليابس العربي في الجناح الآسيوي؟ غلط، في الجناح الإفريقي. مساحة الدول الكبيرة في الجناح الإفريقي أكتر. يعد الوطن العربي مطمع للمحتلين عبر العصور؟ صح. تحيط بالوطن العربي حدود طبيعية متنوعة؟ طبعا صح. يعني ايه متنوعة؟
جبال، هضاب، بحار، محيطات. تقع الصحراء الكبرى على الحدود الشرقية للوطن العربي. غلط، تقع في الجنوب. ركز يا حمادة. يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان. تعال نشوف مضيق هرمز ده، افكرك بيه. فين مضيق هرمز؟ اهو بين الخليج العربي وخليج عمان. مفيش مشكلة، نرجع ونبص ونتأكد من الإجابة يا حمادة. ما تجاوبش على طول. يبقى الإجابة إيه؟ صح. يقع مضيق جبل طارق. فين مضيق جبل طارق؟ شمال دولة المغرب. طب تعال نشوف المغرب. هي المغرب فين؟ المغرب اهي. بص عشان وانت بتحل، المغرب اهي والمضيق اهو، يبقى المضيق شمالها، يبقى الإجابة صح. تقع جبال توروس على الحدود الغربية. طب هي هنا، يبقى ده شرق على طول، يبقى ايه؟ غلط. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أصغر دولة عربية من حيث المساحة. فاكرة يا لولو؟ هي البحرين. شاطرة. تمتد معظم مساحة أراضي الوطن العربي. معظم مساحة أراضي الوطن العربي تمتد في قارة إيه؟ إفريقيا. تطل دولة ليبيا والجزائر. ليبيا والجزائر اللي فوق، يبقى على طول البحر المتوسط. يقع الوطن العربي بأكمله كله شمال أو شرق المحيط الإيه؟ إحنا شرق أنهي محيط؟ إحنا شرق المحيط الأطلنطي، ناحية الشرق من المحيط الأطلنطي. تطل دولة المغرب على الجزء الجنوبي من مضيق مين؟ مغرب، يبقى على طول مضيق جبل طارق. توجد الكعبة المشرفة في دولة السعودية. طب الدولة الوحيدة أو العربية الوحيدة التي يمر بها خط جرينتش هي الجزائر. أي الدول التالية تقع بكامل أراضيها في النصف الغربي للكرة الأرضية؟ طب أنا هعرف بقى منين يا مستر؟ هعرف من خط جرينتش اللي أنا عملته لك أهو، كده شرق وكده غرب. مين في نصف الكرة الغربية بالكامل؟ موريتانيا. طب يا مستر أنا مش فاهمها، أنا عايز أتأكد. تعالى بص كده، دولة مين؟ موريتانيا. هنا خط مين؟ جرينتش. يبقى هي في ايه؟ في الغرب. هي في ايه؟ في الغرب. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج مين؟ لسه قايلينها، وخليج عمان. تمام؟ طيب أكمل العبارات. يتصل البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي من خلال مضيق جبل طارق. يفصل بين جناحي الوطن العربي الإفريقي والآسيوي. أنهي بحر؟ هو البحر الأحمر. يقع وطننا الحبيب مصر في الجناح العربي الإفريقي. يبقى أنت تبعك إيه؟ إفريقيا. وجود البترول والمعادن أعطى للوطن العربي أهمية اقتصادية. يقع المحيط الهندي بالنسبة للوطن العربي. المحيط الهندي فين؟ في جهة الإيه؟ الجنوب. صوب ما تحته خط. صوب ما تحته خط. تمتد أراضي الوطن العربي في قارتي آسيا وإفريقيا. أكبر دول الوطن العربي من حيث المساحة هي دولة الجزائر. يوجد المسجد الأقصى في إحدى دول الجناح العربي الإيه؟ الآسيوي. يحد الوطن العربي من جهة الشمال فوق جبال إيه؟ هو قال لي جبال، طب أنا كنت أقول له البحر المتوسط، بس الراجل قال لي جبال، عادي ما عنديش مشكلة. جبال توروس. آخر حاجة عندي
تعدد الممرات المائية منح الوطن العربي أهمية دينية. غلط، أهمية استراتيجية. كده احنا حلينا أهم الأسئلة على الدرس الأول. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.